اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على احلى واجمل اخوات في الدنيا. حبايب قلبي، يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد مع بعض. يلا بينا يا حلوين نشوف هنعمل ايه النهارده مع بعض كده، ونشجع بعض وناخد من بعض باور كده ونشاط وحيوية وما تكسليش. اول حاجة ابتديت بها يومي كده هو نشير الهدوم. ايوه زي ما انتوا شايفين كده انا بدأت يومي بنشير الهدوم. ليه بقى؟ علشان عندي هدوم كتير قوي قوي عايزه تتغسل، فقلت ايه قبل ما انام كده رحت مشغله الغساله بتاعتي، واول ما قمت من النوم على طول قمت ايه مشغل يعني واخده الهدوم بتاعتي كده نشراها، بحيث ان انا اخلص اللي ورايا ساعه او ساعتين كده في الشمس الشديده قوي دي هيكونوا نشفوا على طول، وابدا ان انا اشغل الغساله تاني وانشر بقية الهدوم، يعني ما يكوموش او ما يكتروش عليا اكتر من كده. طبعا انا قبل ما بعمل اي حاجة في بنشر الهدوم يعني بمسح الشباك بتاعي بوايبس او اللي هي المناديل المبللة، علشان طبعا بيبقى فيه تراب وكده، وبنفض البلكونه وبكنسها وبمسحها تمام كده. دي قاعده، لو البلكونه بتاعتك وسخه قبل ما تنشري او قبل ما تحطي فيها اي حاجه امسحيها ولمعيها، ولو على شباك المونتان زي كده فامسحي الشباك بتاعك كل يوم كده بمنديل او بوايبس، هيبقى معاكي فله شمعه منوره، مش هتحتاجي ان انت تنضفيه بعمق وميه بقى والموضوع ده. الا بقى لو انت بقى ايه ناوياله بقى زي حالاتي كده، اما بحب انوي الشبابيك بتاعتي الالمونتان دي ببقى ناويه لها، بمسكها من فوقها لتحتيها انفضها بالفرشه بتاعه الشيش، وبروح بقى جايبه لها شويه ميه وكلوريكس الوان وفوطه، واروح ملمعاها من جوه ومن بره. تفضل معايا كده حوالي اسبوعين 3 كده نضاف، يا دوبك اعملهم زي ما انتم شايفين المجرى بتاعه الشباك بس بالوايبس، وبيفضلوا معايا اسبوعين 3 من جوه ومن بره نضاف. تمام كده. نشرنا الهدوم، كانوا حبة صغننين كده على قد الغسالة بتاعتنا، وطبعا رحت شغلت يعني دورة غسيل تانية، وبعد كده دخلت على المطبخ بقى علشان بصراحة كان مليان مواعين وكركبة وقلبة كتير قوي، فقلت لا انا هسيب كل حاجة في ايديا وهخش على المطبخ على طول. زي ما انتوا عارفين ان نهى ما بتحبش يعني ايه، ما بتحبش المطبخ مكركب، بحب ان انا اشتغل في المطبخ وانضفه، لان انا بالنسبه لي المطبخ نضيف، الحمامات نضيفه، الشقه تبقى بالنسبه لي نضيفه. اي حاجه تانية بقى بتبقى متكركبه طبعا، البيت اللي بيبقى فيه اطفال او بيبقى فيه ناس رايحه جايه بيفضل متكركب، بس احنا بنحاول على قد ما بنقدر ان احنا بننظمه وبنرجع كل حاجه مكانها، مكان الاولاد ومكان الناس اللي عايشه معانا في قلب البيت يعني. تمام كده. فانا قلت النهارده بقى ايه، انا هسيب الاوض بتاعتي كده، والولاد كانوا قاعدين فيها بقى، فقلت اسيبها في الاخر خالص، وهي هبدأ ان انا يعني انضف المطبخ بتاعي شوية، بحيث ان انا اقف اعمل الغدا يبقى الموضوع سهل معايا. عايزه اقول لكم ان في اليوم ده كان عندي غدا بالفعل، يعني انا رتبت المطبخ ونضفته، وطلعت كمان على الاوض بتاعه الولاد رتبتها ونضفتها. وعايزه اقول لكم مسكت بقى الصاله بتاعتي او الريسبشن بتاعي كنسته ومسحته في اليوم ده، بس بصراحه ما صورتوش، قلت كفايه عليكم النهارده كده ايه الروتين اللي في قلب المطبخ، وان شاء الله هنعمل روتين ان شاء الله في بقية الشقة كده علشان خاطر دخول بقى المدارس والتنظيفات العميقة بقى بتاعتنا بتاعت قبل المدارس. انا طبعا ابتديت يعني انا عايزة اقول لكم ان انا ابتديت اول حاجة ابتديت بيها ان انا شلت الستاير بتاعتي اللي هي التقيلة، غسلتها ويعني غسلتها وعنتها، زي ما قلت لكم ان انا عندي كمية غسيل محترمة، فعلشان كنت موقفة غسيل هدوم وكنت بغسل الستاير الاول، فتقاوم عليا او تراكم عليا كمية كبيرة جدا من الهدوم، فعلشان كده زي ما قلت لكم اتراكم عليا هدوم. غسلت الستاير، كل شويه اشيل ستاره واغسلها واطبقها واعينها في قلب الدولاب، بحيث ان انا اما اجي اشيل السجاد بتاعي واغسله وابدا بقى في الروتين العميق او التنظيفات العميقه بتاعه قبل المدارس دي، تبقى الموضوع معايا سهل. انتوا فاهمين طبعا. مين بقى اكتبوا لي في الكومنتات مين بقى نظفت ومين استعدت ومين لسه ما استعدتش، ومين كمان ابتدت ان هي تجهز
حاجات المدارس او جبتوا حاجات المدارس ولا لسه. انا عايزه اقول لكم ان احنا لسه ما نزلناش جبنا اي حاجه للمدارس خالص. يعني قدامنا حوالي 15 يوم تقريبا. ان شاء الله ننزل بقى نجيب الكراريس والاقلام، وننزل نجيب بقى ايه اللي عايز شنطه هنجيب له، اللي محتاج طبعا ان احنا نجيب له شنطه هنجيب له، اللي محتاج كوتشي، اللي محتاج جزمه. طبعا موضوع الهدوم ده طبعا احنا لسه ما قسناش الهدوم يعني. ما احناش عارفين الهدوم بتاعت السنه اللي فاتت هتيجي على قد الولاد ولا لا. فهحاول على قد ما اقدر ان انا اطلعهم طبعا من تحت السرير واقيسهم للولاد، وطبعا واغسلهم واكويهم واطلعهم، واحاول ان انا ارتب الجلبه في الفتره اللي جايه. ان شاء الله هنعمل كل حاجة مع بعض عشان ناخد باور كده من بعض، ونحمس بعض ونشجع بعض كده نقوم. طبعا الجو وحش اليومين دول، تراب او عفرة، وكمان حر نار وصهد يعني. بنبقى يعني مفرهدين. انا حاسة ان احنا فاضل شوية ونتسلق زي الفراخ واللحمة كده، حاسة كده يعني. بس هنعمل ايه؟ هنسيب شققنا متكركبة ونسيب الدنيا يعني حوالينا مش نظيفة؟ لا طبعا هنقوم غصب عننا كده ساعة بدري قبل الولاد يعني. نصحى، نحاول ان احنا نصحى بدري اليومين دولت على قد ما نقدر. الساعة 7 اقصى حاجة تبقى 8، ناخد بقى من 8 ل 11 كده، بيبقى الجو لسه مش حر قوي. فنحاول على قد ما نقدر بقى في الساعتين دولت ان احنا نظبط فيهم الدنيا. تمام كده. تمام كده. انا بقول لكم على الخطط اللي في دماغي، الخطه الجايه ان شاء الله. مين بقى عايزه بقى ايه في الكومنتات تقول لي مين اللي ابتدت ومين اللي ما ابتدتش، ومين اللي لسه بتفكر وترتب لها زي حالاتي، ومين خلعت الستاير وغسلتها، ومين غسلت سجادها. عايزه اعرف كل حاجه عنكم زي ما انا بعرفكم كل حاجه عني، ونشارك الرأي مع بعض كده علشان ناخد من بعض كده وندي، ونبقى يعني ايه ونبقى أسرة كويسة كده مع بعضينا. المهم بقى يا حلويات ان انا غسلت بقى المواعين بتاعتي. كان عندي كمية غسيل مواعين رهيبة. عايزة اقول لكم ان هي كانت مواعين كبيرة يعني، ما كانش ينفع ان انا ادخلها في غسالة الاطباق خالص. كان حوالي كام كوباية كده وكام طبق. فقلت لا، انا إيه اللي يخليني ان انا اذنبهم في قلب الغسالة كده؟ يلا باخدهم معايا بالمرة. وغسلتهم، وغسلت الحوض، وغسلت الازازة بتاعت التلاجة بتاعت المية، وحطيتها تتملي من الفلتر. وبعد كده دخلت بقى على البوتاجاز بتاعي. دخلت على البوتاجاز كده، والجدار اللي ورا البوتاجاز او الستيكر اللي ورا البوتاجاز ده كمان عايزه اغيره. وعلشان بقى عليه كميه دهون كتيره جدا. عايزه اقول لكم ان من ساعه ما شلت الازاز بتاع البوتاجاز وهو بقى يعني حاسه كده ان هو بقى بيتوسخ كتير. الازاز كان بيشيل دهون برضو وكان سهل في الغسيل، بس بصراحه هو بقى بيعذبني جدا في تركيبه. في يما في بقت مكسوره، فبيعذبني شويه في التركيب وكده. وكمان بحس ان هو هيقع على الحلل وكده، فشلته خالص. خفت بصراحة على ابقى مثلا مشغلة يعني او بشتغل على البوتاجاز ويروح واقع فوق اي حاجة مبهدل لي الدنيا او مبوظ لي الحاجة. وطبعا الحاجة اليومين دولت مش رخيصة خالص يعني مش عايزه اقول لكم، خايفه البوتاجاز نفسه يبوظ. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ او الحاجه اللي انا ابقى احطها على البوتاجاز يعني تقع مثلا، او هو يقع عليها فيبوظ لي الدنيا كده يعني. فقلت لا، انا اتلاشاه خالص واشيله خالص من على البوتاجاز، واسيب البوتاجاز كده هو يعني ايه مش عامل لي حاجه يعني. المهم ان انا شلته. والاستيكر اللي ورا البوتاجاز ده يعني احنا كنا عاملينه مع بعض تقريبا كده من رمضان، فبقاله فترة طويلة جدا. هنحاول بقى الفترة اللي جاية ان احنا نجيب شكل تالت خالص غير اللي احنا كنا حاطينه قبل كده ونعمله مع بعض ان شاء الله. ادعولي في الكومنتات كده ربنا يعيننا جميعا ويقوينا جميعا. وعلى الفترة اللي جاية، فترة بقى المدارس وفترة الترتيب والتنظيم بقى وهدة الحيل والشقة والكلام ده كله. خلصنا البوتاجاز ولمعناه كويس جدا ونشفناه كمان بمناديل، وحطينا الحوامل بتاعته ورجعناه زي الفل. ولمعت الازاز بتاعه كمان من بره. وبعد كده دخلت على الرخامات لمعتها هي كمان. ما كانتش محتاجه ان هي تتغسل، كانت محتاجه بس ان هي تتلمع تلميعه خفيفه كده. لمعتها في ثواني. وكمان لقيت شمعة من اللي هي بتاعت ايكيا اللي هي فيها روايح دي، رحت مشغلاها عشان تدي المطبخ بتاعي ريحه حلوه. وبعد كده رحت شايله السجاد بتاعي بقى عشان
عشان اكنس المطبخ كنسة محترمة كده، والمعه هو كمان بالمرة، بدل قلت يعني ايه بدل ما اكنسه بالمكنسة، لا انا هكنسه وامسحه علشان خاطر كمان كمية النمل اللي موجودة اليومين دول في الشقة مش عايزة اقول لكم يا جماعة. فانا بفكر بقى كمان ان انا اشيل السجاد اليومين دولت واسيبه ال15 او ال20 يوم دولت لحد ما الولاد يجوا يروحوا المدرسة، ان انا اسيب الشقة كده من غير سجاد، وكل يوم اكنسها وامسحها طبعا بدواء النمل او باي حاجة اللي هي تمنع وجود النمل في قلب الشقة. تمام كده كنسنا بقى المطبخ بتاعنا، وكمان هنلمعه تلميعة في ثواني كده برضو بدواء النمل. انا عايزه اقول لكم ان دواء النمل ده تقريبا كده شغال معايا طول الصيف، ومره كده يعني كل شهر مره كده في الشتاء بعمل بدواء النمل ده علشان خاطر النمل بيبقى فظيع جدا وكتير جدا بالذات في المطبخ. عايزه اقول لكم ان هو كان مبهدلني طول الصيف، طول الفتره اللي فاتت النمل كان مبهدلني، كنت حرفيا كده بملأ بخاخه كده واروح رشه فوقيه كده، كان بينزل كتير جدا وموجود السنه دي بطريقه فظيعه جدا. النمل يعني موجود السنه دي بطريقه فظيعه كده جدا في كل البيوت، مش عارفه يعني ايه اللي يفرهد النمل ويطلعه الدور الثالث او الرابع علشان خاطر يعني يمشي على الجدران، بيمشي على على الانتريه، بيمشي على، عايزه اقول لكم ان احنا لقيناه على الجدران كده في الصاله، والصاله ما كانش فيها اي حاجه خالص ان هي متسخه. المهم ان احنا لمعنا المطبخ بتاعنا كويس جدا، وفرشت الحافظه الصغيره ديت، قلت عشان اشيل السجاده وابتدي ان انا اخف السجاد يعني من قلب الشقه، ويبقى الموضوع سهل عليا في الكنس والمسح في الشقه. المهم ان احنا لمعنا المطبخ كله ونضفناه وبقى زي الفل. اشوفكم في فيديو جديد، مع